تحية لكم جميعا، وأنتم تحضرون إلى هنا نيابة عن مؤسسات الخدمة المدنية أو نيابة عن الدولة السودانية. الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم جميعا، وأنتم تحضرون إلى هنا نيابة عن مؤسسات الخدمة المدنية أو نيابة عن الدولة السودانية. لكم التحية ولكم التقدير. تحية لمبتدري هذا المؤتمر، والتحية للناس اللي بدوا في أن هذا المؤتمر يمشي للأمام. تحية للحضور جميعا. في البدء يجب أن نترحم على أرواح شهداء السودان في كل موقع، ونترحم على شهداء الصالحة الذين قضوا اليومين الماضيين، وكان قتلهم لا ينوم إلا عن كراهية للشعب السوداني وحقد دفين في نفوس هؤلاء المرتزقة والقتلة. تحية للمقاتلين في كل موقع، والتحية لأهلنا الصابرين الصامدين مكتوين بنار هذه الميليشيا. طبعا الخدمة المدنية نعرفها كلنا، هي الخدمة اللي بتخص الدولة بتعريفها البسيط، أن الناس الشغالين في الحكومة الموظفين، يعني ما حد نطلع منهم من القوات النظامية أو الجيش، نطلع منهم القضاة في بعض الدول، لكن الباقيين كلهم خدمة مدنية. أنا يمكن المتابع لمسيرة الخدمة الوطنية في الخدمة المدنية في السودان، خدمة قديمة يمكن من بدايات القرن الماضي. ناس لو قروا التاريخ أو شافوا بيعرفوا أنه والله من 1902 والخريجين وكلية غردون والمسألة مشت، ونحن كنا معتمدين اعتماد كامل على النظام الإنجليزي في إدارة الدولة أو في تسيير دولاب العمل. الناس يعني كلنا بيفتكر أنه والله النظام الإنجليزي، لا الناس يضربوا بالمثل أنه والله نظام زي الساعة وبيشتغل وكل زول عارف واجبه وكل زول عارف محله، لكن برضه في ناس يفتكروا أنه هذه الأنظمة التقليدية أنظمة عقيمة ما فيها، وأورثت جيل كثير من الموظفين النمطية، والناس بيستخدموا المعلبات في معالجة المشاكل، ما بتدي ناس كثير فرصة للابتكار ولا للتجديد ولا للمسايرة للنظم الحديثة اللي دخلت الآن في الإدارة. على العموم هذا المؤتمر فرصة بأنه نحن نراجع القوانين. نحن عندنا قانون في 96 و92 ولوائح كل سنة و17 و22 و3، كل سنتين ثلاثة نحن بنعمل لنا يا لائحة تنفيذية يا قانون للخدمة المدنية. أنا أتوقع أنه هذا المؤتمر يفلفل القوانين دي، فلفلها وخلي المسألة يوكلها للناس المختصين. يعني ناس الصف القدام ده كله سياسيين، يعني طبعا السياسيين ما داخلين في الخدمة المدنية، لا سياسيين ولا القضاة ولا العسكريين، ما عندهم علاقة بالخدمة المدنية. الخدمة المدنية دي خاصة بالرانك، الناس الموظفين اللي بيبدوا من مدخل الخدمة لغاية الزول ما يتدرج. أنا قبل قلت عقيم ليه؟ لأنه في ناس ما بطول رقبتهم، بيقعدوا الزول دخل موظف يمشي لغاية ما يصل سن التقاعد يمشي. لكن يجب أن نحن ندخل هذه الخدمة الوسائل اللي بتطورها، الوسائل اللي بتخليها هي مواكبة، ونحفز الناس عشان كل زول يطور رقبته ويعاين لأنه هو يصبح في أعلى الهرم. على العموم نفتكر أنه دي فرصة طيبة أن الناس يراجعوا القوانين ويراجعوا اللوائح ويطلعوا لنا بمخرج قابل للتنفيذ، مخرج فعلا يغير النمط حقنا حسي ساير في الخدمة المدنية. نحن الآن ما بنقول ما عندنا خدمة مدنية، صحيح المؤسسات شغالة والدولة شغالة، لكن فيها كثير من الاختلالات، فيها كثير من التشوهات، فيها كثير من العيوب، وما بيخربها زول من برا، بنخربها نحن. أنا بجيب زول يوظفه، فلان يجيب زول يدخله، فلان يجيب له زول يدخله يسكنوه بترضيات وعلى حساب العمل وعلى حساب المهنة وعلى حساب الوظيفة وعلى حساب الكفاءة، في النهاية على حساب الإنتاج. فدي كلها أمور يجب أن نحن نكون واضحين فيها. يجب أنه نحن لما نطلع من المؤتمر ده كل دول يكون عارف أنه والله نحن حنراجع الوظائف كلها في الدولة، نحن عندنا قانون جديد، عندنا ملاحظات جديدة، أي زول دخل بواسطة عينته أنا، عينوا زيد، عينوا عبيد،
ما عنده حق يكون قاعد يزاحم الناس. ده شغله، ده كاره. ما ممكن انا اجيب لي زول اجيبه طوال اركبه قدام. الكلام ده طبعا كلنا شايفينه وكلنا عارفينه. على العموم في النهايه نحن دايرين نشرح والمؤتمر ده يطلع بمخرجات حقيقيه. يعني هسه في ناس في وزاره الواحد بيفكر الوزاره دي حقته، جابوه عينوه وزير، جابوا دخته، جاب خاله، جاب حبوبته، جاب الناس كلهم شغالوا معاه في الحكومه. ده حقيقه قدامنا وصلوا، ولا في زول بينكرها ولا في زول بيضارب بها. انا جابوني مدير مكتب طوالي واجيب السكرتير واجيب خالتي واجيب اللي بعرفه واجيب صاحبي ده الكلام ده طبعا ده واحد من الحياه اللي خلتنا نحن نكون غير منتجين. الخدمه المدنيه دي لما بدأت في السودان انا يعني فتشت لقيت كلها كانت عدد محدود من الموظفين، آلاف من الناس. في فترة كانت العمل كله يدوي والعمل كله ما فيه تكنولوجيا ولا فيه معينات حق العمل. نحن الآن كل زول من رؤساء الوحدات الحكومية يحسب يشوفوا عنده كم وظيفة، محتاج لكم. لو ما مرقنا بحاجات فعلا خطتنا في الطريق الصحيح بنكون احنا هدرنا ساكت وجينا اكلنا الفول وهدرنا موارد الدولة في حاجة فارغة ساكت. على العموم ربنا يوفق الناس وربنا يعينهم. والمسألة دي بتنسحب على مش هنا، حتى على الولايات وعلى الوحدات الإدارية وكلهم. يعني في وظيفة واحدة بتكون سياسية، الباقي ده كله يجب أنه يكون خدمة مدنية. أي زول جا دخل في النص ده معناه زول دخل ساكت بغير وجه حق. المسألة دي تراجع وتحسم والناس يكون عندها فيها كلام واضح، ومخرجات يجيبوها ناس المؤتمر ده يخطوها ونحن ملزمين ننفذها. أي زول دخل ساكت وشوف اشتغل، ما في مجامله ولا في محاباه. ودي واحده من الحاجات اللي خلتنا نحن ما نقدر نكون منتجين. الخدمه المدنيه عندها ارتباط وثيق بالانتاج، بالزراعه، بالصناعه، بكل شيء. اصلا ما بتنفك منها. اذا انت دخلت ناس ما عندهم كفاءه، ما عندهم مقدره، ما عندهم مؤهلات، ما بتحاسبهم، ما بتغيم ادائهم، ما في المساله ما بتمشي لقدام. فان شاء ربنا يعين الناس ويوفقهم ويطلعوا بمخرجات قابله للتنفيذ، ومخرجات الناس يصروا عليها وينفذوها، وبتبدا بهم هم ذاتهم رؤساء الوحدات الحكوميه الموجودين ديل. اذا انت هسه جيت قعدت هنا والمؤتمر ده مرق لك ورق وما اشتغلت به وبعدين تكون ضيعت جهدنا وضيعت السودان. نحن مقبلين على مرحله دايرين زي ما قاعدين نبني في جيش، قاعدين نبني في مؤسسات كثيره من الدوله انهارت، بنفتكر الخدمه المدنيه برضه اصابها ما اصابها الفتره السابقه. يجب انه نبنيها ونعيد بنيانها مع بنيان السودان اللي احنا كلنا قاعدين نشارك فيه. ربنا يعين الناس ويوفقهم وربنا يقويهم. احنا يمكن كلنا متابعين وشايفين المشهد حوالينا، المشهد فيه كثير من المغالطات، كثير من الاكاذيب اللي بيروجوا لها بعض الناس المرجفين. نحن اذا تكلمنا عن الحرب نفتكر انه الحرب الناس بعد الدعم السريع ما بدا ينهزم او بدا ينهزم اصبحوا يروجوا لانه هذه الحرب ضد اقليات او ضد شعوب محدده او ضد قبائل محدده او ضد اولاد فلان او ضد اولاد زيد او اولاد عبيد. الحرب دي ضد ميليشيا الدعم السريع، ما ضد اي قبيله ولا ضد اي جنس ولا ضد اي زول. نحن كلنا اي زول بيروج الكلام ده يفترض الناس يوقفوه حده. نحن سامعين شؤون الميليشيا هسه الان عشان تجيب اولاد الناس وتحريقهم تقتلهم، تقول لهم والله الناس دي كان جوكم هنا ما بفرضوا زول بيقتلوا اي زول. الكلام ده غير صحيح، والكلام ده كله مراد به وتحشيد الناس ومجرهم للمحارق، جرهم للقتل. نحن ماشيين في هذه المعركه وحننتصر فيها في النهايه، اللي هو النصر ده في النهايه حق الشعب السوداني. لكن بنكلم اهلنا ونرسل لهم الرسائل ما تستمعوا لهذه الاشاعات. الحرب دي ما ضد القبائل ولا ضد ناس فلان ولا ضد ناس علان. الحرب دي ضد الزول بيحمل السلاح ضد الدوله. انت متى ما خديت السلاح وقعدت عندها لك انت حصنت نفسك وبعدت من المحرقه ومن المقتله وبعدت من ذنوب الاف السودانيين اللي تشردوا وماتوا ونهب مال واقتتلوا. على العموم الرساله دي انها تصل واضحه للناس اللي بيقرروا كل يوم بيقرروا بهم. كل يوم اهلنا في كردفان، اهلنا في دارفور يقول لهم والله الصياد ده كان جاء يعودكم نفاخ النار. ده كلام طبعا كله اكاذيب وترويج ما في محله. الحرب دي موجهه ضد في ناس كتار كانوا مع المتمردين وجوا انضموا هسه قاعدين يقاتلوا مع القوات المسلحه ما في زول سالوا. في ناس هسه انا حراسيل معاي ده في القبائل كلها فيه، ما مستثنى اي زول، المسيري فيه والرزاقي فيه والحمري والكباشي والنوباوي والشايقي ما عندنا ما في زول في الجيش ده قاعد يفرز له وناس يقولوا والله ديل الحرب ضدهم والله القبيله دي الحرب ضدها. ما عندنا. القبيله دي
لو رئيس يتمرد، لو فيها ناس تمردوا ما معناه القبيله كلها تمردت، لو في زول داخل في حله في فريق يتمرد ما معناه كل الناس تمردوا. نحن نفتكر انه هذه المساله يجب انها تكون واضحه. والدعايه الثانيه الخبيثه اللي بيتكلموا بها السياسيين أرى والله ديل كيزان بور السودان هم المدعوين الحرب دي. وينهم كيزان دي بتور السودان ديل وين قاعدين؟ احنا بدنا نشوفهم منو قاعد يجي يملي علينا كلام، والله يجي يقول لنا راي، والله يجي يقول لنا امشوا حاربوا، والله ما تمشوا صالحوا. ما في. نحن كل المدوران والسايقانه هي الوطنيه، هي البلد دي، هو اهم المواطنين. ما في والله ما في زول يوم واحد قال لنا امشوا يمين والله امشوا شمال والله امشوا شرق والله غرب. برانا البوصله حقت السودان، بوصله الوطن دي هي اللي بتسوقنا وهي اللي بتوجهنا. وهزيمه التمرد وهزيمه معاونينه ده هو برضه اللي بيسوقنا، ده هو اللي بيوجهنا. لكن لا في زول بيقول لنا حاجه، ولا في زول بيملى علينا راي، ولا في زول بيفرض علينا شيء. الناس اللي بيتكلموا هسي بيقولوا والله اذا كان الناس وافقوا كيزان بور السودان والله ما بعرفوا البرهان والكيزان، ده كلام طبعا انا بستغرب. كانوا ناس زي الواحد بيكذب لما هو ذاته بيصدق، هم ذاته الواحد يكذب لما هو ذاته يصدق كذبته. وده كلام نحن كلنا شفناه وعايشنا فيه من بدري. نحن على العموم حنمشي في هذه المعركه، والشعب السوداني زي ما انا تكلمت كثير في النهايه حينتصر. الشعب السوداني ده منتصر، ومع القوات المسلحه حينتصروا كلهم ان شاء الله. نحن يجب ثاني نرجع للخدمه المدنيه. الخدمه المدنيه دي فيها كلام كثير طبعا، لكن نحن دايرين لما نطلع من هنا ناخذ لنا حاجات واضحه. نحن صحيح الحرب دي علمتنا، والتجربه في السنين الفاتت علمتنا الاضرابات، المظاهرات، ترك العمل، العصيان المدني، كلام كله يتعارض مع قوانين هذه الخدمه المدنيه ويتنافى معها. نحن ما دارين نقول والله نحن المرحله الجايه دي ما حنخلي الناس يعملوا، لكن كل حاجه يجب انها تكون موضوعه ومضبوطه. عنده مظلمه كيف يعبر عنها، الدار يمشي يقفل الشارع. الكلام ده طبعا نحن نفتكر انه زمن ولا زمان مع ناس الجماعه كانوا زمان بيتكلموا ولا ساتك المجد ليها والمجد لفلان والمجد لعلان. ما في مجد للساتك ثاني، المجد للبندقيه دي بس ثاني، ما في. على العموم نحن دارين نطمن اهلنا انه والله هذه المعركه وحدت السودانيين وخلتهم كلهم يقيفوا مع بعض، حتى لو مع المهم وقفوا مع بعض ضد العدوان اللي هو بيكتل فيهم ويدمر في بنيتهم الاقتصاديه ويدمر في بنيتهم التحتيه. عشان كده وقفتهم دي يجب انه احنا كلنا نكون قدرها. الامال اللي خدتوها علينا الناس المساكين كل يوم بيموتوا ونحن شايفين انهم بيبكوا، هم كلهم ما بعينوا للبرهان، بعينوا للقوات المسلحه، بعينوا الناس اللي بيقاتلوا ديل. تقولوا انه الناس ديل حينصروهم وما حنخذلهم. ان شاء الله ما حنخذل اي زول خدت امال في انه الجيش ده حينصره، وما حنخذل اي زول خدت امال في انه القوات المسلحه دي حتجي في اللي جنبه، ما حنخذل الشهداء ولا الناس الضاعوا ولا الناس الاموال اللي راحت. كلنا سنمضي حتى نقتص لهؤلاء جميعا من اي زول سبب لهم حزن ولا سبب لهم اسى. يجب انه نحن نكون على قدر هذه المسؤوليه وعلى قدر التحدي وعلى قدر ثقه الشعب السوداني فينا. ربنا يقويكم، وربنا ان شاء الله يطلع لنا مخرجات من هنا تعيننا وتعين الناس اللي حييجوا يشتغلوا في هذه الدوله في المستقبل، فانه والله في خدمه مدنيه بتعاقب وبتحاسب وبتفصل الزول وبتديه حقه كامل وبتفتش له عن حقوقه وبترعاه في الخدمه وترعاه بعد ما ينزل المعاش. ده لنا حاجه كامله تخلي الناس مكتفين. يعني الزول ما يضطر يطلع مظاهره ولا يضطر يمشي يقفل له حته ولا يضطر يمشي يجدع له حته بالحجاره. دارين الزول يحطوا لنا كل شيء واضح، كل زول لما يشيل الكتاب ده يعرف انه عنده شنو، اللي له شنو، اللي عليه شنو، وبيلقى شنو من بعدين من خدمته. ويجب انه نبتر كل الناس اللي عملوا ترهل، دخلوا بدون وجه حق، بدون كفاءة، بدون نزاع، بدون حاجات كثيرة معوقتنا وضيعتنا. ربنا يديكم العافية، وإن شاء الله نتلاقى المؤتمر الجاي يكون قدام هناك في الخرطوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر.